السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ده ان شاء الله تاني فيديو ارباح رايحة تبرع لحبايبنا في غزة. فكل اللي هيشارك طبعا معنا في الفيديو ده بلايك او بكومنت او بشير او بمشاهدة كاملة ان شاء الله يكون ليه الاجر ويعتبر شارك في جزء من التبرع ده حاجة من مجهوده، يعني من هو اللي عاملها. تعالوا بقى نقول لكم هنعمل ايه. هنعمل ان شاء الله بعجينة واحدة بس، هنعمل بيها حلو وحادق، يعني معجنات بالجبنة، وبنفس العجينة دي هنعمل معجنات بالشوكولاتة بقى، يعني او ببديل النوتيلا. فيلا بينا نسمي الله. والعجينة تحفة قوي والمعجنات تحفة قوي، وان شاء الله باذن الله ربنا يحسن ما بين ايديكم وتعملوا احلى من كده. هعمل انا كيلو دقيق، انتوا ممكن تستخدموا نص كيلو لو حابين او ربع كيلو حسب المقدار اللي انتوا حابينه، يعني اقسموا على طول، يعني كل حاجة النص. معلقة كبيرة مليانة خميرة فورية، معلقة كبيرة مليانة سكر حبيبات، 4 معالق لبن بودر. والسكر ده حاجة ضرورية على فكرة عشان خاطر الخميرة تتفاعل والعجينة تخمر، يعني سواء العجينة دي هنعمل منها حلو أو حادق لازم معلقة السكر طالما حطينا خميرة. هحط كمان معلقة صغيرة مليانة بيكنج باودر، هحط بيضتين، دول كده بيضتين. هحط كمان شوية فانيليا عشان ريحة البيض، معلقة صغيرة مليانة برضو كده فانيليا. هحط ربع كوباية زيت زيتون، انا حطيت زيت زيتون هو ليه ريحة وطعم، انتوا ممكن تستبدلوه بقى بزيت دوار الشمس لو حابين، زيت ذرة اللي انتوا حابينه، ممكن تستبدلوه كمان بقطعة زبدة لو انتوا حابين، بس انا حطيت زيت زيتون، انا بحب زيت الزيتون في المعجنات قوي. هحط بقى على المقدار ده كله كوبايتين 2 بس مية، لان البيض عامل سوائل والفانيليا عاملة سوائل والزيت عامل سوائل، فمش هيحتاج اكتر من كوبايتين مية بس. فطبعا بيفرق المقدار، بيفرق بتاع المية لما بنكون حاطين سوائل تانية مع العجين. بس نبدأ نعجن بقى كده لحد ما نلاقي العجينة لمت معانا. انا كنت نسيت هنا رشة الملح بتاعت كل المعجنات زي ما انتوا شايفين، فحطيت هنا هو رشة ملح حلوة بس. وابتدي اعجن بقى حلو كده لغاية ما العجينة تلم وتمسك نفسها وتبقى عجينة متماسكة، ولا هي بتلزق ولا هي ناشفة وقاسية كده وتحسوها مقلبظة ومكتومة، لا يعني عجينة طرية وفي نفس الوقت ما بتلزقش. عجنتها حلو قوي كده شويه لحد ما نعمت شويه كده معايا، وبعد كده ابتدي المها كده كوره. بصوا دي كده اهي قوام العجينه، عجينه طريه وفي نفس الوقت ما بتلزقش في ايدي اهي. ده شكلها كده وقوامها من قريب. بس هسيبها بقى في نفس حله العجان كده عشان تخمر، اهم حاجه بس عشان وهي بتخمر الوش بتاعها ما ينشفش وفي نفس الوقت تخمر اسرع وما تاخدش هوا. بغطيها يا اما بستريتش يا اما بغطا بقى محكم، اللي هي علبه من المغطى دي، عارفين العلب البلاستيك اللي ليها غطا محكم؟ لو هنحطها فيها يبقى تمام، لو مفيش يبقى هو ستريتش بيقفل عليها حلو قوي وبيسخنها كمان بيخليها تخمر بسرعه. نحط بقى رشه دقيق على الرخامه كده ونبدا نقسم العجينه نصين عشان هنعملها نص حلو ونص حادق. جمال العجينة دي بقى، جمال العجينة دي عايزة اقول لكم ممكن نعمل بيها حاجات كتير جدا، يعني شكلوا فيها بقى زي ما انتوا عايزين العجينة دي، وحشوا بيها اللي انتوا حابينه واعملوا بيها اشكال كتير قوي. يعني العجينة دي على فكرة بتمشي مع حاجات كتير جدا. بس اهو هقسمها نصين، حطيت رشة دقيق كده ولميتها خليتها كده جزء بالطول وقسمتها نصين. هشيل الجزء عشان هخليه عجينة حلوة او معجنات حلوة، وهبدأ بقى اعمل ده الجزء ده حادق. هبتدي افرد بقى في العجينه دي مستطيل كبير كده زي المستطيل اللي بنفرده عشان السينابون، يعني لما بنيجي نعمل سينابون او بنلف اي حاجه رول كده بنفرد مستطيل يعني كبير قدامنا، ونوعا ما العجينه تبقى رقيقه لانها بعد ما بتخمر وبتستوي العجينه بتعلى. فانا لو سبت قوامها تخين وعليت اكتر هيبقى كده العجين طعمه اكتر، او اللقمه او العيش طعمه اكتر من الحشو، فمش هبقى مستمتعة بالقطعة اللي أنا باكلها دي سواء هي بقى حلوة أو حادق. لكن لما بنخلي العجينة رقيقة يعني على قد ما نقدر نوعا ما، ويجي بقى الرول ده مثلا العجينة تخمر وبعد التسوية كمان تنفش أكتر شوية في الفرن، فيبقى اللقمة أو العيش أو المعجنات نفسها كده السمك بتاعها مش تخين قوي، بنحس بقى بطعم الحشوة كده وبنستمتع بيها، يعني بنستلذ بيها واحنا بناكلها. فبصوا انا فردتها اهو بالشكل ده مستطيل. هبتدي بقى احط الحشو ده بقى انتوا تقدروا تشكلوا فيه، واقول لكم على بدايل كمان وانا بحط الحاجات دي، اقول لكم على بدايل انتوا تقدروا تستخدموها يعني. اهو بصوا
بصوا ده سمك العجينة ازاي، انا مخليها رقيق قد ايه، يعني مش تخين خالص. كل ما بنخليها رقيقة شوية نوعا ما كده بتكون افضل. هجيب بقى اي نوع جبنة كريمي انتوا بتحبوه او متوفر عندكم في التلاجة، او حتى لو هي مش كريمية تقدروا تضربوها كده بشوية لبن صغيرين تخلوها عاملة زي الكريمة بس، وفردتها على العجينة. تمام. جبت شوية بسطرمة، انتوا تقدروا تستبدلوا البسطرمة، بس هي البسطرمة على فكرة في المعجنات دي بتبقى تحفة وريحتها فظيعة، انا عن نفسي بحبها. تقدروا تستبدلوها بقى بشرايح سلامي، روز بيف، تركي مدخن، لانشون، يعني حطوا انتوا سوسيز شرايح رقيقة كده، قطعوها شرايح رقيقة. تقدروا تستبدلوها بكل الحاجات دي. حطيت بقى شوية فلفل ألوان أخضر وأصفر وأحمر، ودول كده هم شوية جبنة موتزاريلا. تقدروا تشيلوا الجبنة الموتزاريلا خالص وتحطوا رشة جبنة رومي. الجبنة الرومي بتدي طعم وريحة حلوة قوي برضو في المعجنات، يمكن بيبقى طعمها أحلى من الجبنة الموتزاريلا. الجبنة الموتزاريلا مبيبقاش طعمها قوي قوي زي الجبنة الرومي المبشورة. بس هبتدي بقى ألفها رول كده اهو، بس زيه زي رول السينابون بالظبط، بس ده بقى ايه، محشي حادق، جبنة وبسطرمة وشوية حاجات كده متدلعة بس. وابتدي اقطعها بقى قطع زي ما بقطع برضو رول السينابون بالظبط اهو. مش شرط ابدا نقطعه بالخيط يعني عشان يبقى مدور، يعني عادي اهو بالسكينة، وبعد كده بعدله بايدي شوية نوعا ما يعني، فبيبقى مدور عادي. بصوا دي اطباق كنت عملتها مرة واحدة قبل كده وما استخدمتهاش تاني، فكنت حابة استخدمها بس مش اكتر بس هي طلعت يعني اوسع من قطعة العجينة، يعني كانت محتاجة العجينة تبقى الرول اتخن من كده او الطوق اصغر شوية من كده، فهي كأنها ما اتحطتش عادي، يعني هو العجينة ما وصلتش لحجم الطوق، بس كنت حطاها احتياطي كده، قلت عشان ايه لو ملت الطوق كله تطلع بقى واخدة نفس الشكل المدور بتاع الطوق الستانلس ده. جبت بقى قوالب الكب كيك، هدهن حتة زبدة صغيرة كده جوه القوالب عشان بس العجينة ما تلزقش واقدر اطلعها حلو، واحط برضو شوية صغيرين في قوالب الكب كيك، يعني حطيت الكبير في القالب عادي الألمونيا الصينية العادية، والصغيرين اللي بيبقوا عند الحروف دول حطيتهم في قوالب الكب كيك. سبحان الله ده بيطلع ليه شكل وده ليه شكل تاني خالص، والاتنين بيبقوا حلوين. حطيت شوية فلفل ألوان كده على الوش برضو زيادة، كانوا متبقيين متقطعين بس، وهسيبهم بقى ايه يخمروا. هبتدي افرد، انا طبعا غسلت نظفت مكاني الاول مكان ما كنت بعمل الحادق عشان ده ما يجيش على ده، وفردت العجينه النص التاني اهو، وهبتدي احط عليها بديل النوتيلا، اي نوع بقى بديل نوتيلا يكون مش مقاطعه، يعني ما يكونش من ضمن الحاجات المقاطعه، يكون حاجه مسموح بيها. ونفرد بقى العجينه. لو مش حابين بقى اقول لكم تعملوا ايه، ممكن تدهنوا شويه زبده وترشوا كاكاو وسكر بودرة، يعني كمية كاكاو وسكر بودرة، سكر بودرة كتير يعني، وتقلبوهم وترشوهم هيدوكوا طعم الشوكولاتة بعد ما يستووا. يعني لو ما عندكوش بديل النوتيلا، بدل طبقة النوتيلا دي او بديل النوتيلا ده يعني، حطوا كاكاو بسكر بودرة، قلبوه كويس قوي كده مع بعض، وخلوا السكر ازيد شوية من الكاكاو عشان تطلع العجينة مسكرة، لان العجينة ما فيهاش سكر، فعشان السكر ده يحسسنا ان احنا بناكل بقى حاجه مسكره. وترشوا كاكاو وسكر بودره. انا لو ما كانش عندي بديل نوتيلا مش مقاطعه كنت عملت كده، كنت حطيت كاكاو وسكر بودره وكانت هتطلع طعمها تحفه. اعملوا كده زي ما بقول لكم وجربوا وشوفوا هتطلع عامله ازاي، تطلع بقى احلى معجنات. هنا برضو الطوقين دول ملهمش اي لازمه، شلتهم بعد شويه لما اقتنعت ان لا مش، يعني هي مش هتكبر لدرجه بعد الخمر، مش لدرجه ان هي تملى الطوق. بصوا هنا ده بقى كان خلاص كده خمر. انا شغلت الفرن سخن الاول على درجة حرارة 220 عشان عايزة المعجنات تطلع معايا طرية، فكل ما نكون عايزين المعجنات طرية بنعلي درجة الحرارة. انا خليتها هنا 220، حطيت على الرف اللي في النص النار شغالة من تحت بس، ما بشغلش شواية يعني بصوا اللي هي خدت اللون اللي من فوق ده، وهي النار شغالة من تحت بس، والفرن غاز مش كهرباء، الفرن ده غاز مش كهرباء بس، وما شغلتش حتى والله ولا مروحة ولا حاجة اهو. شكلها تحفة، حبيت اوريها لكم من قريب بقى عشان تستمتعوا كده معايا بشكلها من قريب بس كده. بتاخد حوالي ربع ساعة وبتكون خدت اللون الحلو والشكل التحفة ده، شكلها مغري 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 جدا يعني. بصوا دي اللي في قوالب الكب كيك برضو خمرت وعليت كده، بصوا اهي ده شكلها قبل التسوية ودلوقتي بعد ما تستوي اهو.
ده شكلها كده بعد ما استوت، بتكون عليت شويه وبتكون خدت لون خفيف كده من بره بس من على الجناب، والجبنه والحشو بيكون اخدوا بس نقط كده حمرا. بس احنا مش عايزينها تطول، كل ما المعجنات بتطول في الفرن وبيكون الفرن ناره هاديه المعجنات بتنشف. لو في حد بيسأل ليه المعجنات بتنشف مني، لو الفرن ناره هاديه المعجنات بتنشف، لو طولت في الفرن بتنشف. فعشان ما تطولش في الفرن بنعلي النار. انا مخليها هنا 220. ده بقى اللي بالبديل النوتيلا، اللي ممكن نستبدل زي ما قلت لكم كاكاو وسكر بودره، هيطلع طعمها شوكولاته رهيبه. بس كده اهو. بصوا اللطوق هنا ما جابتش المقاس بتاع القطعه. خلاص كده هبتدي بقى اطلع قطعه قطعه واوريها لكم. تحفه، الطريقه دي تحفه، جربوها. عايزه اقول لكم يعني حلوه قوي قوي في ايام المدارس، ايام المذاكره. الولاد بقى لما يحبوا ياكلوا حاجه وهم بيذاكروا، المذاكره بتجوع على فكره، فكل شويه هتلاقوهم حابين ياخدوا حاجه كده سناك، فممكن ياخدوا بقى واحده من دي مع كوبايه شاي بلبن كده، يعني هيحبوها. حلوة قوي بقى في الفطار، في العشاء، ممكن ياخدوها كمان وهم رايحين المدرسة. ياخدوها لو في ولادكم في ثانوي وبيقعدوا بالساعات الطويلة قوي بره البيت، ممكن ياخدوا قطعتين، قطعة من دي وقطعة من دي كده في أي علبة في الشنطة، في فاصل بين دروس. كلنا طبعا عندنا المعاناة دي، فياخدوها في فاصل بين دروس ياكلوها بقى في الفواصل دي. ولادنا اللي في ثانوي بيقعدوا وقت طويل قوي بره البيت. بصوا لما بتكون لازقه بسباتولا طريه زي دي وبنزقها من تحت كده، ما بنشدهاش من فوق، هتتقطع لو شديناها من فوق كده بتتقطع. بصوا بيطلع شكلها عامل ازاي في قوالب الكب كيك، شكلها بيطلع تحفه. شايفين طراوتها عامله ازاي اهو. بصوا لما بتكون لازقه كده ما نسحبهاش بقى، بنيجي بالسباتولا كده اهو. بصوا ونسلك الجناب بالراحه خالص وندوس بالسباتولا لتحت كده اهو، اهي طلعت وبتطلع سليمة وزي الفل. لكن لو شديناها على طول كده غصب عنها هتتقطع. بس يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب تكون الوصفة سهلة عليكم. هفكركم المرة التانية الفيديو ده أرباحه رايحة إن شاء الله تبرع لحبايبنا في غزة، وبإذن الله ليكوا الأجر والثواب لكل من شارك في الفيديو، سواء بلايك أو بكومنت أو بشير أو بمشاهدة كاملة، إن شاء الله ليكوا الأجر فيه. يا رب إن شاء الله بإذن الله تكون الوصفة عجبتكم. أسيبكم في حفظ الله وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة، بحبكم جدا في الله.